اهلا بكم من داخل صالة نادي هليوبلس الرياضي بمدينة الشروق. معكم محدثكم عصام منيسي لنقل مباراة الجولة رقم 12 من دوري المحترفين المصري لكرة اليد. بدأت مباراة النهاردة مباراة نادي هليوبلس صاحب الأرض والنادي الأهلي. بيمثل النادي الأهلي نادي هليوبلس اليوم نادي هليوبلس هو صاحب الملعب. يمثل نادي هليوبلس عمر نادر، عبد الرحمن حسام، سيف نور، عمر أحمد حمدي، عمر جيار، إبراهيم السيد عربي، مصطفى خالد نصرت، عبد الرحمن بدوي، محمد أحمد وهبة، محمد أكرم، علي حازم، عبد الحميد السيد عربي، هشام مجدي، أحمد فايز، مروان علاء، مصطفى تامر، وكريم شكري. بيمثل النادي الأهلي إبراهيم المصري، عبد الرحمن فيصل، أحمد خيري، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي دحروج، محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، ياسر سيف، أحمد عادل، محسن رمضان، عبد العزيز إيهاب، أحمد راضي، نبيل شريف، ومحمد مجدي، ومحمود عبد العزيز جدو، وأحمد هشام سيسا. ندخل حضراتكم في أجواء المباراة. بدأت المباراة منذ دقيقتين و45 ثانية، تقدم بهدف لصالح النادي الأهلي. هجمة مع نادي هليوبلس. طاقم تحكيم اليوم مكون من الكابتن محمد سامي عبد العزيز حكم أول، كابتن عمر الجمل منطقة المنصورة حكم تاني، علاء سعيد مسجل، كابتن محمد بلتاجي ميقاتي. رمية حرة لصالح نادي هليوبلس وإشارة لعب سلبي. إشارة لعب سلبي، رمية حرة، وتسديدة من علي حازم. عبد الرحمن طه، فاست بريك لعمر دحروج، وهدف. الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي، فاست بريك من عبد الرحمن طه لعمر سامي. هجمة مع نادي هليوبلس، مصطفى خالد لدونجل، ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار لصالح نادي هليوبلس. على التسديد كريم شكري لاعب نادي هليوبلس. كريم شكري وعبد الرحمن طه. كريم وهدف 2-1 لصالح النادي الاهلي. راضي، محسن رمضان، نبيل شريف، راضي، سلسلة، لمحسن رمضان، لراضي، لنبيل، وادي زيزو بيقطع، ينزل على الدايرة وينزل على الدايرة لأحمد عادل. انذار على لاعب نادي هليوبلس عبد الرحمن حسام رقم 33. هجمة مع النادي الأهلي، راضي لمحسن رمضان، وهدف صاروخ من محسن رمضان. عبد الحميد لمصطفى خالد، وهدف اختراق من مصطفى خالد، وهدف 3-2. مباراة سريعة. راضي النادي الأهلي، نبيل شريف، وتسديد من نبيل شريف، وهدف 4-2 لصالح النادي الأهلي. سنطرة سريعة من عبد الحميد، مصطفى خالد، ومخالفة. رمية حرة لصالح النادي الأهلي. عبد الرحمن طه راضي لنبيل، وزيزو يحاول تيجي في العارضة. هجمة مع نادي هليوبلس. علي حازم وهدف هدف مصطفى خالد نصرت، الهدف رقم 3. 4-3. هجمة سريعة للنادي الأهلي. عمر سامي دحروج، ورمية 7 أمتار. مخالفة على عبد الحميد السيد، وانذار من حكمنا عمر الجمل. رمية 7 أمتار لصالح النادي الأهلي. على التسديد عمر دحروج لاعب النادي الأهلي.
لاعب الوينج رايت. عمر سامي دحروج ويحرز الهدف رقم 5-3 لصالح النادي الاهلي. مباراة سريعة، دائما ما تتسم مباريات النادي الاهلي ونادي هليوبلس بالندية. نادي هليوبلس هو احد اقوى الفرق بالدوري المحترفين. دائما ما تكون مباريات نادي هليوبلس مع الانديه الكبيره مثل النادي الاهلي والزمالك وسبورتنج واختراق واستبعاد لمده دقيقتين. ابراهيم السيد العربي رميه حره ولا رميه 7 امتار؟ رميه حره من على خط ال9 امتار واستبعاد لمده دقيقتين لنبيل شريف لاعب النادي الاهلي. هجمه مع نادي هليوبلس. دونجل لمصطفى خالد وتسديده الهدف الرابع. 3 اهداف متتاليه يحرزها اللاعب مصطفى خالد نصرت لاعب نادي هليوبلس لاعب الباك ليفت. هجمه مع النادي الاهلي. محسن رمضان لراضي في مركز السنتر باك لنبيل شريف عفوا محمد مجدي القادم من سموحه. احمد عادل. محسن لراضي. محاولة اختراق من راضي. محسن رمضان وتسديده تصدي ناجح من محمد اكرم حارس مرمى نادي هليوبلس. دونجل. هجمه مع نادي هليوبلس. علي حازم لدونجل للمتألق مصطفى خالد نصرت لدونجل. سلسله مصطفى خالد. محاولة اختراق لكريم وعكسي فاول عكسي. عبد الرحمن طه. احمد راضي. محاولة اختراق لمحسن رمضان. مرمى النادي الاهلي خالي لمحاولة تعويض النقص العددي لاستبعاد نبيل شريف. 10 ثواني ويكتمل النادي الاهلي. احمد عادل. محسن رمضان لراضي لمجدي على الدايره لعادل وهدف. يقطع احمد عادل على الدايره يستلم باسيست ناجح من محمد مجدي. 6-4 لصالح النادي الاهلي. اختراق كريم شكري وهدف. الهدف الخامس. مباراه سريعه ياسر سيف من النادي الاهلي. اكتملت صفوف النادي الاهلي بنزول نبيل. تسديده من نبيل شريف. رميه مرمى. فاست بريك لكريم طويله يا اكرم. رميه جانب عبد الرحمن طه. هجمه مع النادي الاهلي. 9 دقائق 40 ثانيه. 6-5 لصالح النادي الاهلي. مباراه الجوله 12 من دوري المحترفين المصري لكرة اليد. راضي وتسديده من راضي وتصدي من اكرم ورميه حره على احمد عادل. اكرم لمصطفى نصرت لعبد الحميد العربي. دونجل مركز السنتر باك. علي حازم لدونجل لمصطفى. يقطع كريم شكري في مركز السنتر وينزل على الدايره. دونجل لمصطفى نصرت لمصطفى تاني. دونجل محاولة اختراق ورمية 7 أمتار على النادي الأهلي. كان موجود رمية 7 أمتار لصالح نادي هليوبلس. كريم شكري ويحرز كريم شكري. تعادل الأول. دقيقة 11 من أحداث الشوط الأول. راضي. محسن رمضان لمحسن رمضان لنبيل شريف. تغيير مراكز.
محسن رمضان، نبيل شريف لراضي، وتسديده من راضي وهدف صاروخيه من احمد راضي. 7-6 لصالح النادي الاهلي. هجمه مع هليوبلس. علي حازم، يخرج هشام مجدي وينزل دونجل. مصطفى لعلي حازم، لمصطفى لعلي حازم لدونجل. سلسله، دفاعات قويه من النادي الاهلي. 5-1. محاوله اختراق من دونجل لعلي للعربي. ابراهيم العربي وهدف. ابراهيم العربي احد نجوم منتخب 2000 الحاصل على كأس العالم. نبيل شريف من النادي الاهلي. 7-7. 12 دقيقة و15 ثانية من احداث الشوط الاول. رمية حرة لصالح النادي الاهلي على التنفيذ احمد عادل لمحسن رمضان. نبيل شريف لمحسن رمضان. فرقتين بيدافعوا نفس طريقة الدفاع. 5-1. احمد راضي، محاولة اختراق لنبيل شريف. نبيل شريف على الدايرة لاحمد عادل، و استبعاد لمدة دقيقتين لعبد الحميد السيد العربي، هو الشقيق الأكبر لإبراهيم السيد لاعبي نادي هليوبلس. رمية حرة لصالح النادي الأهلي. استبعاد لمدة دقيقتين على نادي هليوبلس. هنشوف النادي الأهلي ومستر ديفيد ديفيز هيستغلوا النقص العددي في صفوف نادي هليوبلس. ايه اللي هيتعمل؟ راضي، محسن رمضان، وتسديد وخارج المرمى، تخبط في العارضة وتخرج خارج المرمى. رمية مرمى لصالح نادي هليوبلس. أكرم حارس المرمى لعلي حازم لمصطفى خالد نصرت. إبراهيم لدونجل في مركز الهاف. مصطفى لعلي لدونجل. سلسلة، يخرج كريم شكري من الوينج ليفت، ويخرج العربي إبراهيم من الوينج رايت. ينزل على الدايرة، محاولة اختراق من دونجل لعلي حازم، وهدف هدف هدف هدف. ينجح نادي هليوبلس انه يحرز هدف في النقص العددي بعد ما خرج حارس المرمى لمحاولة تعويض النقص العددي. هجمة مع النادي الاهلي. محسن رمضان رمية حرة، راضي نبيل شريف، يخرج ياسر سيف وينزل احمد عادل على الدايرة. هجمة مع النادي الاهلي. احمد راضي، نبيل شريف، ومحاولة اختراق لمحسن رمضان لراضي للوينج ليفت. عبد العزيز ايهاب عاشور زيزو، و رمية 7 أمتار واستبعاد لمدة دقيقتين على لاعب نادي هليوبلس إبراهيم السيد. حكمنا الدولي محمد سامي عبد العزيز بيشير ان في اعتراض برجليه، ودي مخالفة تستوجب استبعاد لمدة دقيقتين. رمية 7 أمتار. عمر سامي دحروج، رمية الجزائية الثانية لعمر، أحرز الأولى. و حارس المرمى أحمد فايز حارس مرمى نادي هليوبلس المنتقل من نادي الجيش، ينزل في مركز الرايت وينج محمد وهبة من نادي هليوبلس لتعويض غياب العربي إبراهيم اللي واخد استبعاد دقيقتين. محاولة اختراق، سلامات يا دونجل، يمسك رجليه. 14 دقيقة 46 ثانية. 8-7 لصالح نادي هليوبلس. رمية حرة، سلامات، ينزل لاعب نادي هليوبلس عمر احمد حمدي، عمر جيار،
علي لعمر جيار، ورميه حره على عمر سامي دحروج من النادي الاهلي. رميه حره لصالح نادي هليوبلس. اشاره ل توقف الوقت. تتنفذ. دونجل محاوله اختراق، يقطعها عمر سامي لنبيل، لعبد العزيز ايهاب عاشور. زيزو يحرز زيزو الهدف رقم 8. تعادل 8-8. 15 دقيقة 23 ثانية. هجمة مع نادي هليوبلس. دونجل لعلي، ل 35 عبد الرحمن بدوي، وعلي ومحاولة وتخرج. رمية جانب لصالح نادي هليوبلس. حاول محسن رمضان يجيبها. رمية حرة. دونجل لعلي، علي حازم لدونجل، يقطعها ياسر سيف. رمية حرة على عبد العزيز ايهاب من النادي الاهلي. تكتمل صفوف نادي هليوبلس. اشارة لعب سلبي ومحاولة اختراق ورمية حرة. اشارة لعب سلبي. هشام مجدي لعلي، وتسديدة وبلوك من محسن رمضان، لكن رمية حرة على ياسر سيف. اشارة لعب سلبي على التنفيذ. هشام مجدي لدونجل. اشارة لعب سلبي ورمية حرة لصالح نادي هليوبلس. بيشاور حكمنا عمر الجمل. تمريرة واحدة وتسديدة فتيجي في زميله، وهجمة مرتدة لصالح النادي الاهلي. نبيل شريف يخترق، ورمية 7 أمتار على لاعب نادي هليوبلس مصطفى خالد نصرت. رمية 7 أمتار. إصابة للاعب نادي هليوبلس علي حازم، هشام مجدي. 17 دقيقة 8 ثواني من أحداث الشوط الأول من مباراة الجولة رقم 12 من دوري المحترفين المصري لكرة اليد. بيتصدر النادي الأهلي حتى اليوم جدول المسابقة برصيد 33 نقطة. يقوم سلامات بيتصدر النادي الأهلي جدول المسابقة برصيد 33 نقطة من 11 فوز في الوقت الأصلي للمباراة. بينما يحتل نادي هليوبلس المركز السادس بعد أداء 11 مباراة ب 23 نقطة. رمية جزائية عمر خالد كاستيلو من النادي الأهلي. 9-8 لصالح النادي الأهلي. زي ما قلنا حضراتكم نادي هليوبلس في المركز السادس بعد أداء 11 مباراة. فاز في 7 مباريات في الوقت الأصلي، وفاز في مباراة بعد التعادل برميات ال7 أمتار، وهزم في 3 مباريات في الوقت الأصلي للمباراة. هجمة مع نادي هليوبلس. نرجع للمباراة. علي حازم، عبد الحميد السيد، بيبو، دونجل، ودفاع من سيسا ومحاولة اختراق من دونجل. رمية حرة لصالح نادي هليوبلس على محمد مجدي لاعب النادي الأهلي. ينزل عبد الرحمن فيصل، علي حازم، وتسديدة من علي حازم ورمية حرة على محمد مجدي.
عبد الحميد لعلي حازم، اشاره لعب سلبي ونزل على الدايره تتقطع. عبد الرحمن طه لاحمد مصطفى خيري سيسا ويحرز سيسا الهدف رقم 10. يشارك احمد مصطفى خيري لاول مره في المباراه، اول اسيست لاحمد خيري. دفاع 5-1 من النادي الاهلي. هجمه مع نادي هليوبلس. دونجل علي حازم لابراهيم السيد لعلي حازم لدونجل. مصطفى لدونجل لابراهيم السيد. محاوله على الدايره لابراهيم. الاخوين ابراهيم السيد وعبد الحميد السيد العربي. عبد الحميد لدونجل. هجمه مع نادي هليوبلس. علي وتسديده من علي وبلوك رمية جانب لصالح نادي هليوبلس. بلوك من عبد الرحمن فيصل. ابراهيم لعلي. هجمه مع نادي هليوبلس لدونجل. مصطفى تامر دونجل. محاولة اختراق لعلي لمصطفى خالد. اشارة لعب سلبي. 4 تمريرات لنادي هليوبلس. اشارة من حكمنا كابتن محمد سامي بتمريرتين. تبقى تمريرتين واعتراض من كابتن احمد نبيل المدير الفني لنادي هليوبلس اللي بيطالب برجوع نادي الاهلي 3 متر في وقت تنفيذ الرمية الحرة، ودي المسافة القانونية اللي المفروض اللاعب يقفها في تنفيذ الرمية الحرة. نرجع للمباراة. هجمة مع هليوبلس. تمريرتين متبقية من اللعب السلبي ومخالفة على نادي هليوبلس. عبد الرحمن طه خيري لمحمد مجدي لخيري. احمد خيري اسيست لسيسا. اسيست لسيسا اللي بينجح انه يحرز الهدف رقم 11. 20 دقيقة من احداث الشوط الاول. 11-8 لصالح النادي الاهلي. دونجل نادي هليوبلس. هجمه مع نادي هليوبلس. نفس طريقه الدفاع من النادي الاهلي. 5-1 اللي ناجح فيها النادي الاهلي حتى الان. دونجل وسيسا هنشوف اشاره حكمنا. هنشوف بيقوموا حكمنا الكابتن محمد سامي. استبعاد لمده دقيقتين على لاعب النادي الاهلي احمد هشام سيسا. هنشوف هينجح نادي هليوبلس في استغلال النقص العددي في صفوف النادي الاهلي. هنشوف كابتن احمد نبيل. عبد الحميد لدونجل لعلي حازم. دونجل مره ثانيه لمصطفى خالد نصرت. دونجل واختراق لمصطفى ورمية حرة. بيطالب لاعبي هليوبلس ان اللاعب ياخد استكمال للفرصة. دونجل لعلي لابراهيم السيد لعلي. علي مرة تانية مركز ليفت لتسديدة. عبد الرحمن طه فاست بريك. احمد خيري لمحمد مجدي. ويحرز محمد مجدي الهدف رقم 12. هدف رقم 12. ينجح النادي الاهلي رغم النقص العددي في صفوفه لاستبعاد سيسا انه يقطع كوره ستيل من محمد مجدي. هجمه مع نادي هليوبلس. ينزل لاعب نادي هليوبلس عمر نادر رقم 9 بدلا من دونجل. مصطفى خيرت. اسيست جميل لابراهيم السيد العربي. ابراهيم السيد المتألق. 12-9 لصالح النادي الاهلي. 12 دقيقة و13 ثانية.
هجمه مع النادي الاهلي لا لم يكتمل صفوف النادي الاهلي حتى الان. 25 ثانيه يخرج حارس المرمى. مرمى النادي الاهلي خالي. هنشوف هينجح النادي الاهلي في احراز هدف. خيري لمجدي ومخالفه، حجز على احمد خيري لاعب النادي الاهلي. هجمه مع نادي هليوبلس. مصطفى استبعاد لمده دقيقتين على احمد خيري لاعب النادي الاهلي. اشاره حكمنا كابتن محمد سامي بيقول له انت في سيميليشن. دقيقتين نقص عددي مره اخرى في صفوف النادي الاهلي. هنشوف هيستطيع نادي هليوبلس استغلال النقص العددي. نادر، عمر نادر لعلي، وعلى الدايره لعبد الحميد السيد خارج المرمى. عبد الحميد السيد خارج المرمى. رمية مرمى لصالح النادي الاهلي. عبد الرحمن طه، محمد مجدي، محسن رمضان. ينزل احمد راضي في مركز سنتر باك. محمد مجدي يقطع سيسا. تغيير مراكز. محسن رمضان يرجع تاني سيسا. محمد مجدي محاولة اختراق وهدف. هدف من محمد مجدي. 13-9 لصالح النادي الاهلي. هجمة مع نادي هليوبلس. عمر نادر مصطفى خالد لابراهيم السيد اللي ينجح عبد الرحمن طه في التصدي. محمد مجدي، عمر سامي دحروج من النادي الاهلي. هجمه مع النادي الاهلي اللي بيرتدي النهارده الزي الازرق. احمد راضي 24 دقيقه. ينزل نبيل شريف في مركز الرايت باك. احمد راضي، نبيل شريف لاحمد عادل على الدايره، وينجح احمد عادل لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر. كريم شكري يقطع احمد عادل، يجيبها تطلع رمية جانب. كريم شكري وهنشوف حكمنا كابتن اشارة حكمنا اللي وقف التايم عمر الجمل. تايم اوت. شوف الكابتن تايم اوت يطلبه كابتن احمد نبيل المدير الفني لنادي هليوبلس. الجهاز الفني والاداري والطبي لنادي هليوبلس بيتكون من كابتن احمد نبيل مدير فني، كابتن احمد خيري المدرب العام، كابتن توفيق المتولي مدير اداري، كابتن محمد عباس حراس مرمى، كابتن احمد الشواتفي علاج طبيعي. الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، كابتن هاني النجدي مدير الفريق، مستر ديفيد ديفيز الاسباني مدير فني، كابتن محمد ابراهيم المدرب العام، مستر فينو لوزرت حراس المرمى ومساعد المدير الفني، كابتن محمد ابو زيد اداري، كابتن عمرو يوري اخصائي تغذيه، مصطفى ناجي علاج طبيعي. هنشوف كابتن احمد نبيل تعليماته للاعيبته لمحاوله تعويض فارق الخمس اهداف. 24 دقيقة 55 ثانية. استغل الكابتن احمد نبيل التايم اوت المصرح ليه قبل الدقيقة 25. كل مدير فني ليه في كل شوط 2 تايم اوت قبل الدقيقة 25 وليه تايم اوت بعد الدقيقة 25. لو ما اخدش التايم اوت اللي قبل الدقيقة 25 خلاص بيتم الكنسلته ويروح عليه. هجمة مع نادي هليوبلس. عمر نادر لمصطفى خالد نصرت. محاولة اختراق من مصطفى وإشارة مخالفة
4 خطوات وليه رميه حره. على التنفيذ عبد الحميد السيد العربي. كريم شكري لمصطفى نصرت وتسديده قويه عبد الرحمن طه. خيري لعمر سامي، عمر سامي وهدف. اصابه، الف سلامه يا عمر. 15-9 لصالح النادي الاهلي. ينزل كابتن عمرو يوري. واستبعاد لمدة دقيقتين على لاعب نادي هليوبلس كريم شكري، لاعب ليفت وينج لاعب نادي هليوبلس. استبعاد لمدة دقيقتين ويخرج عمر سامي وينزل عمر خالد كاستيلو من النادي الاهلي في مركز الرايت وينج. عبد الحميد السيد يخرج حارس مرمى نادي هليوبلس لمحاولة تعويض النقص العددي. ابراهيم السيد، علي حازم لنادر لمصطفى لعلي حازم مرة تانية، محاولة اختراق لنادر لعلي خيرت. عمر نادر، دفاع قوي من النادي الاهلي، دفاع قوي. عبد الرحمن فيصل 26 دقيقة. عبد الحميد السيد لعمر نادر مصطفى محاولة اختراق ودفاع قوي من فيصل ونبيل شريف. رمية حرة لصالح نادي هليوبلس. ابراهيم السيد لمصطفى خيرت، محاولة اختراق وتسديد خارج المرمى. رمية مرمى للنادي الاهلي. عبد الرحمن طه لسيسا اللي بيحرز الهدف رقم 16. 16-9 لصالح النادي الاهلي، وما زال نقص عددي في صفوف نادي هليوبلس. ينجح النادي الاهلي في الدفاع القوي. ايقاف لمدة دقيقتين لحارس مرمى نادي هليوبلس. حارس المرمى رقم 94 محمد اكرم. هيلعب نادي هليوبلس ناقص 2 لعيبة، ولكن ستكتمل صفوف نادي هليوبلس بعد 47 ثانية. هجمة مع نادي هليوبلس. عمر نادر لابراهيم السيد. مرمى نادي هليوبلس خالي لتعويض النقص العددي ب2 لعيبة. علي حازم ل 72. عمر جيار لعمر نادر. عمر نادر مرة تانية، محاولة اختراق، رمية حرة على أحمد هشام سيسا. 27 دقيقة 14 ثانية وتكتمل صفوف نادي هليوبلس بأحد اللاعبين المستبعدين. عمر نادر، دفاع قوي من النادي الأهلي. علي لعمر، يقطعها محمد مجدي، رمية حرة. تكتمل صفوف نادي هليوبلس بأحد اللاعبين المستبعدين. يخرج فايز حارس المرمى. ينزل ابراهيم السيد، اشارة لعب سلبي. 72 عمر جيار من نادي هليوبلس. اشارة من حكمنا عمر الجمل بتمريرتين المتاح ليهم لنادي هليوبلس. تسديدة قوية من علي خارج المرمى. علي حازم. هجمة مع النادي الاهلي. احمد مصطفى خيري، محمد مجدي. ينزل احمد عادل على الدايره ويخرج عبد الرحمن فيصل. خيري على الدايره، خيري واسيست ناجح. اسيست من ملك الاسيستات احمد مصطفى خيري لاحمد عادل، اللي بينجح في احراز الهدف رقم 17. 17-9 لصالح النادي الاهلي. هجمه مع النادي هليوبلس. ابراهيم السيد،
ابراهيم السيد العربي لعلي حازم، ينزل دونجل مره ثانيه، تكتمل صفوف نادي هليوبلس. تكتمل صفوف نادي هليوبلس، ينزل دونجل في مركز سنتر باك لعلي حازم، لعمر نادر، لدونجل، واختراق لابراهيم السيد، رميه حره لصالح النادي الاهلي. رميه حره عبد الحميد لعلي، محاوله اختراق، دفاع من محمد مجدي. 25 ثانيه على نهايه احداث الشوط الاول، 17-9 لصالح النادي الاهلي. هجمه مع هليوبلس، عمر نادر لدونجل، ومحاوله اختراق لعلي اللي بيسدد تسديده قويه، الهدف تسديد سنتره سريعه، هدف رقم 10 عمر سامي، سنتره سريعه ينجح فيها النادي الاهلي، يحرز الهدف رقم 18. تنتهي اعزائي المشاهدين احداث الشوط الاول من مباراه نادي هليوبلس والنادي الاهلي في الجوله رقم 12 من دوري المحترفين المصري لكره اليد. شكرا اعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، ونلتقي بحضراتكم مع احداث الشوط الثاني.
مرة تانية أعزائي المشاهدين من داخل صالة نادي هليوبلس الرياضي بمدينة الشروق لإذاعة الشوط الثاني من مباراة نادي هليوبلس والنادي الأهلي في الجولة رقم 12 من مباريات دوري المحترفين المصري لكرة اليد للموسم 2023-2024. 18-10 لصالح النادي الأهلي هي نتيجة نهاية الشوط الأول. هنشوف مع حضراتكم أحداث الشوط الثاني، وهنشوف الكابتن أحمد نبيل المدير الفني لنادي هليوبلس هيقول إيه أو قال إيه للاعيبته داخل غرف الملابس لتعويض فارق ال8 أهداف. وهنشوف مستر ديفيد ديفيز الأسباني المدير الفني للنادي الأهلي قال إيه للاعيبته داخل غرف الملابس لمحاولة الحفاظ على فارق ال8 أهداف ومحاولة زيادة ال8 أهداف. بتقام في نفس اليوم في الجولة رقم 12 مباريات نادي الجيش وسبورتنج، الطيران والبنك الأهلي، الزمالك والجزيرة، الزهور والترسانة، المعادي والأولمبي، العبور وأصحاب الجياد، سموحة والشمس. هنبدأ أحداث الشوط الثاني زي ما قلنا لحضراتكم. النادي الأهلي بيحتل المركز الأول في ترتيب جدول المسابقة ب11 فوز. النادي الأهلي قبل هذه المباراة ومنذ بداية الموسم شارك في كثير من البطولات، شارك في بطولة البوسنة الودية الدولية وحصل على المركز الثاني، شارك في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري اللي أقيمت بالكونغو وحصل على المركز الأول، كأس العالم للأندية سوبر جلوب وحصل على المركز الخامس، ودوري المحترفين اللي أمام حضراتكم مباراة الجولة رقم 12. تبدأ أحداث الشوط الثاني. هجمة مع النادي الأهلي نبيل شريف منذ أيام قليلة أقيمت يوم الأربعاء الماضي قرعة بطولة أفريقيا للمنتخبات، كان المؤهلة لأولمبياد باريس في نسختها رقم 26 اللي هتقام بمصر خلال الفترة من 19 ل 29 يناير. منتخب مصر على رأس مجموعة بتضم غينيا والكاميرون والكونغو. أقيمت مراسم القرعة بحضور السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري، والدكتور منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي، والدكتور مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي. تم إجراء القرعة والإعلان عن اللوجو الرسمي للبطولة، وحضر القرعة نخبة من نجوم كرة اليد على مر الأجيال، وحضر مراسم القرعة أيضا الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني، وبرفقته الكابتن هاني الفخراني المدرب العام للمنتخب، والكابتن عمرو خليفة المدرب. نرجع أعزائي المشاهدين لأحداث الشوط الثاني من مباراتنا هليوبلس والأهلي. 19-11 دقيقتين، فات دقيقتين من أحداث الشوط الثاني. النادي الأهلي وعلى الدايرة وهدف جميل لهشام مجدي لاعب الدايرة من نادي هليوبلس. مباراة على فترات زي ما حضراتكم تابعتوا، يعلى رتم المباراة من الفرقتين وبينزل. هجمة مع النادي الأهلي، راضي ومحسن رمضان وعمر خالد كاستيلو وياسر سيف ونبيل شريف وعبد العزيز إيهاب.
دول لاعبي النادي الاهلي اللي بيمثلوا النادي الاهلي في ارض الملعب. هجمه مع النادي الاهلي، محسن رمضان، راضي وتسديده راضي صاروخيه على شمال حارس المرمى فايز. 20-12 لصالح النادي الاهلي. عبد الرحمن بدوي لمروان علاء، نادي هليوبلس دونجل، وتسديده قويه من لاعب نادي هليوبلس رقم 37 عبد الرحمن بدوي اللي بيحرز الهدف رقم 13. هجمه سريعه للنادي الاهلي، محسن رمضان لراضي، محاوله اختراق من راضي وتسديده وهدف. 21-13 لصالح النادي الاهلي. تغييرات كبيره في صفوف نادي هليوبلس مع بدايه الشوط الثاني. دونجل لعبد الرحمن بدوي، ل 72 عمر جيار، مروان علاء، هشام لدونجل لمروان، تسديده وتصدي من محمد ابراهيم، يلمها زيزو، عبد العزيز ايهاب لنبيل شريف، وتسديده من نبيل شريف وهدف. 22 النادي الاهلي 13 هليوبلس. 4 دقائق و25 ثانيه. مروان لجيار، عمر جيار يحرز الهدف رقم 14. عمر جيار ليفت وينج النادي هليوبلس ينجح في احراز الهدف رقم 14. هجمه مع النادي الاهلي، محسن رمضان، دفاع 5-1 من نادي هليوبلس. راضي لمحسن رمضان، محاوله اختراق لنبيل شريف وتسديده وبلوك وتصدي من فايز، تصدي من حارس مرمى نادي هليوبلس احمد فايز. هجمه مع نادي هليوبلس ومحاوله اختراق وتسديد ودفاع قوي من ياسر سيف على عبد الرحمن بدوي رقم 37 من نادي هليوبلس. رميه حره على التنفيذ هشام مجدي. 39 مروان علاء لدونجل، دونجل مره ثانيه ل 37 على الدايره، تيجي في قدم استبعاد لمده دقيقتين على ياسر سيف. حكمنا الدولي الكابتن محمد سامي بيشير باستبعاد لمده دقيقتين، بيقول لياسر ان هو حط رجله في اتجاه الكوره، تعتبر مخالفه، استبعاد لمده دقيقتين. هيلعب النادي الاهلي ناقص لاعب لمده دقيقتين لاستبعاد لاعب النادي الاهلي ياسر سيف لاعب الدايره. هجمه مع نادي هليوبلس، ابراهيم ل 39 مروان علاء، اسيست ناجح من ابراهيم السيد العربي ل مروان علاء لاعب نادي هليوبلس اللي بينجح في احراز الهدف رقم 15. 22-15 لصالح النادي الاهلي اللي بيلعب ناقص لاعب. يخرج حارس مرمى النادي الاهلي محمد ابراهيم اللي بيشارك مع بدايه الشوط الثاني. مرمى النادي الاهلي خالي. محسن رمضان، رميه حره على ابراهيم السيد، على عبد الحميد السيد عفوا. الشقيقين ابراهيم وعبد الحميد العربي، السيد العربي على الدايره. احمد عادل، اسيست من احمد راضي لاحمد عادل. ينجح النادي الاهلي في استغلال نقصه العددي بخروج حارس المرمى ونزول لاعب لتعويض النقص العددي انه يحرز هدف. 23-15 ابراهيم السيد ومحمد ابراهيم، تيجي في العارضه يلمها احمد عادل. رميه حره على عمر جيار من نادي هليوبلس. عبد العزيز ايهاب بيشتكي عبد العزيز ايهاب من الكوره. حكمنا كابتن عمر الجمل.
قام بتغيير كرة المباراة. نرجع أعزائي المشاهدين لأحداث الشوط الثاني من مباراة نادي هليوبلس والنادي الأهلي. هجمة مع النادي الأهلي، محسن رمضان، راضي، نبيل شريف لراضي، سلسلة نبيل، واختراق نبيل وهدف. تسديدة قوية من نبيل شريف لاعب النادي الأهلي يحرز الهدف رقم 24. تكتمل صفوف النادي الأهلي. ياسر سيف يقطعها لياسر سيف من نبيل شريف، اسيست لياسر سيف اللي بينفرد بالمرمى بتاع احمد فايز ويحرز الهدف رقم 25. 25-15، فرق 10 اهداف لصالح النادي الاهلي. 8 دقايق. دونجل من نادي هليوبلس، مروان علاء لعبد الرحمن بدوي، لمروان علاء لدونجل لابراهيم السيد، مروان لعبد الرحمن بدوي، دونجل مرة تانية ومحاولة اختراق. دفاع قوي من ياسر سيف، رمية حرة على النادي الأهلي، محاولة اختراق من دونجل وهدف. هدف اختراق ناجح من دونجل، مصطفى تامر دونجل. هجمة مع النادي الأهلي. 25-16 على الدايرة ياسر سيف، رمية حرة. دفاع قوي من اللاعب رقم 37 من نادي هليوبلس عبد الرحمن بدوي. ينزل عبد الحميد السيد ويخرج دونجل. دفاع 5-1 من نادي هليوبلس. هجمة مع النادي الأهلي، أحمد راضي سنتر باك لنبيل لمحسن رمضان، اختراق من نبيل شريف ومخالفة عكسي، فاول عكسي على النادي الأهلي. دونجل من نادي هليوبلس، اختراق دفاع من عبد العزيز إيهاب عاشور زيزو لاعب النادي الأهلي، وتحذير من كابتن محمد سامي لزيزو. دفاع 5-1 من النادي الأهلي. ناجح النادي الأهلي في دفاع 5-1 على مدار المباراة. تسقيط على الدايرة للاعب الدايرة هشام مجدي اللي لاعب نادي هليوبلس اللي بيحرز الهدف رقم 17. تسديدة من أحمد راضي خارج المرمى، رمية مرمى لنادي هليوبلس. دونجل واختراق من دونجل على الدايرة لإبراهيم السيد اللي بيقطع من مركز الرايت وينج لمركز الدايرة. يستلم إبراهيم السيد يحرز الهدف رقم 18. صحوة في نادي هليوبلس على مدار ال4 دقايق الماضية لمحاولة تقليص الفارق. 25-18، الدقيقة 11. هجمة مع النادي الأهلي. دفاع 5-1 على الدايرة لياسر سيف، عمر كاستيلو، نبيل شريف، محسن رمضان. تسديدة وتصدي ناجح من أحمد فايز حارس مرمى نادي هليوبلس. ترجع الهجمة مع نادي هليوبلس. سيطرة من نادي هليوبلس على مدار آخر 4 دقايق اللي بيقلص الفارق إلى فارق 7 أهداف. دونجل لعبد الرحمن بدوي لدونجل مرة تانية، يحاول دونجل اختراق لعبد الرحمن بدوي. 35 هشام مجدي لاعب الدايرة نادي هليوبلس لدونجل لمحاولة اختراق يقطعها أحمد راضي وفاست بريك. كاستيلو عمر خالد كاستيلو يحرز الهدف رقم 26. 26-18 لصالح النادي الأهلي. بيشتكي لاعب نادي هليوبلس مروان علاء من الكورة، يوقف حكمنا الكابتن محمد سامي أحداث المباراة. إبراهيم السيد العربي، مروان علاء لدونجل، ينزل تاني مرة تاني المتألق خلال أحداث الشوط الأول
لاعب نادي هليوبلس في مركز ليفت باك اللاعب رقم 7 مصطفى خالد نصرت. هجمه مع نادي هليوبلس ل عمر ينجح عمر جيار وينج ليفت نادي هليوبلس في احراز الهدف رقم 19 26-19 لصالح النادي الاهلي. هجمه مع النادي الاهلي، يخرج ياسر سيف وينزل احمد عادل على الدايره. احمد راضي محاوله اختراق لنبيل شريف المنتقل من نادي الشمس للنادي الاهلي مع بدايه الموسم. راضي لمحسن رمضان، دفاع قوي من نادي هليوبلس، اشاره لعب سلبي، محاوله اختراق، زيزو تقع من زيزو يقطعها ابراهيم السيد. هجمه مع هليوبلس، مصطفى خالد لفايز حارس المرمى لدونجل، يرجع دونجل في الهجوم ويخرج عبد الحميد السيد. ابراهيم لمروان علاء لمصطفى خالد لدونجل لمروان 93 علي حازم 39 عفوا مروان علاء مصطفى، ودفاع قوي من عبد العزيز ايهاب لاعب النادي الاهلي. رميه حره دونجل واختراق وحب يلفها مروان علاء. هجمه سريعه للنادي الاهلي، احمد راضي نبيل شريف وهدف. بيستغل النادي الاهلي سرعات لاعبيه في انهاء الهجمه بصوره سريعه. محمد ابراهيم حارس المرمى، اسيست ناجح لنبيل شريف اللي بيحرز الهدف رقم 27-19 لصالح النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم شايفين بيسخن بره رباعي النادي الاهلي محمد مجدي واحمد هشام سيسه عبد الرحمن فيصل عفوا واحمد خيري. هنشوف مستر ديفيس هيدفع بيهم لمحاوله تدوير اللاعبين، واختراق ناجح من المتألق مصطفى خالد نصرت. رمية 7 أمتار لصالح نادي هليوبلس. على التنفيذ اللاعب عمر جيار في مواجهة محمد إبراهيم حارس مرمى النادي الأهلي. عمر ومحمد إبراهيم في القائم يلمها محمود عبد العزيز جده لاعب النادي الأهلي الناشئ. هجمة مع النادي الأهلي، عبد العزيز إيهاب نبيل شريف لراضي. هنشوف ايه التكتيك اللي هيعمله النادي الاهلي. راضي محسن رمضان نبيل شريف على الدايره لاحمد عادل خارج المرمى. على الدايره لاحمد عادل. هجمه مع نادي هليوبلس، مروان علاء مصطفى لمروان، تسديده قويه وهدف. كرة صاروخية ما يشوفهاش محمد إبراهيم، يجيبها من الشبكة. 27-20 لصالح النادي الأهلي. الدقيقة 16 يخرج عبد العزيز إيهاب وينزل سيسة، ويخرج نبيل شريف وينزل محمد مجدي، ويخرج راضي وينزل أحمد خيري. محاولة من مستر ديفيس لتوزيع المباراة والحمل البدني على جميع لاعبي النادي الأهلي. بيشارك النادي الأهلي في أكثر مباراة. كاستيلو يقطع على الدايرة، اسيست من ملك الاسيستات أحمد خيري لعمر خالد كاستيلو اللي بيقطع على الدايرة يحرز الهدف رقم 28 النادي الأهلي 20 نادي هليوبلس. 16 دقيقة 30 ثانية من أحداث الشوط الثاني من مباراة دوري المحترفين المصري لكرة اليد الجولة رقم 12. تسديدة من مصطفى خالد نصرت لاعب نادي هليوبلس، رمية حرة
رمية حرة هشام مجدي لدونجل لمصطفى، تسديدة ورمية حرة. دفاع قوي من عبد الرحمن فيصل لاعب النادي الأهلي. رمية حرة لصالح نادي هليوبلس. هشام مجدي على التنفيذ. دونجل يقطع عليه مروان علاء، ينزل دونجل على الدايرة، ينزل على الدايرة، محاولة اختراق، تسقيط على الدايرة و رمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار ينجح مروان علاء انه ينزل لهشام مجدي على الدايرة اللي بينجح في الحصول على رمية 7 أمتار. مروان علاء ومحمد إبراهيم حارس مرمى النادي الأهلي. مروان علاء، مروان، وينجح مروان انه يحرز الهدف رقم 21. 28-21 لصالح النادي الأهلي. عمر خالد، كاستيلو، محسن رمضان، أحمد مصطفى خيري، محمد مجدي المنتقل مع بداية الموسم للنادي الأهلي من نادي سموحة. أحمد خيري ومحاولة اختراق. رمية حرة، رمية حرة على مصطفى خالد. على التنفيذ أحمد عادل مصلحي لاعب الدايرة بالنادي الأهلي. محسن رمضان لأحمد عادل، واستبعاد لمدة دقيقتين على لاعب نادي هليوبلس رقم 7 مصطفى خالد نصرت. يحتسبها حكمنا الدولي الكابتن محمد سامي عبد العزيز الحكم الأول للمباراة. استبعاد دقيقتين. 28-21. محمد مجدي، محسن رمضان، وتسديدة قوية من محسن رمضان المتألق زي ما شفنا حضراتكم. محسن رمضان تألق خلال مباريات السوبر جلوب كأس العالم للأندية اللي حصل فيها النادي الأهلي على المركز الخامس، ولولا الاصطدام في مباراة المجموعة تحديد المركزين الأول والثاني للمجموعة مع الماتادور الأسباني برشلونة. إبراهيم السيد، تسديدة وبلوك ناجح من عبد الرحمن فيصل من النادي الأهلي. النادي الأهلي لعب 11 مباراة قبل هذه المباراة، فاز في 11 مباراة، له 349 هدف وعليه 229 هدف كأفضل دفاع في البطولة. نادي هليوبلس لعب 11 مباراة. النادي الأهلي تاني أقوى خط هجوم بالتساوي مع نادي هليوبلس 349 هدف. الأهلي أقوى خط دفاع منفردا عليه 229 هدف. هليوبلس تاني أقوى هجوم بالتساوي مع النادي الأهلي. نرجع تاني، رمية 7 أمتار لصالح نادي هليوبلس. مروان علاء ومحمد إبراهيم. مروان علاء رمية الجزائية الثانية، رمية 7 أمتار. مروان علاء ومحمد إبراهيم، ينجح مروان علاء لاعب نادي هليوبلس إنه يحرز الهدف رقم 22. 3 ثواني وتكتمل صفوف نادي هليوبلس. تكتمل بالفعل. ينزل اللاعب عمر جيار لاعب نادي هليوبلس. تكتمل صفوف نادي هليوبلس. هجمة مع النادي الأهلي. أحمد خيري لمحسن رمضان. دفاع 5-1 من نادي هليوبلس. محسن رمضان لأحمد خيري، وعلى الدايرة اسيست من أحمد خيري لأحمد عادل اللي بينجح إنه يحصل على رمية 7 أمتار. وبيطالب أحمد عادل بحصول مدافع نادي هليوبلس إبراهيم السيد العربي على دقيقتين، استبعاد لمدة دقيقتين. حكمنا الدولي محمد سامي بيقول له ما فيهاش حاجة، رمية 7 أمتار. عمر خالد كاستيلو في مواجهة أحمد فايز. كاستيلو فايز، وكاستيلو ينجح كاستيلو. 30-22 لصالح النادي الأهلي. هشام مجدي، إبراهيم السيد العربي، مروان علاء
9 عمر نادر اللي بينزل مكان دونجل في الملعب. عمر نادر ل 35 اللاعب نادي هليوبلس هشام مجدي. هدف 30-23 لصالح النادي الاهلي. هجمه مع النادي الاهلي 21 دقيقه و59 ثانيه 22 دقيقه. ومحمد مجدي وتسديد من خارج 9 امتار بيحرز الهدف رقم 31. تألق من لاعبي النادي الاهلي وتوزيع من مستر ديفيد ديفيز للاعبي النادي الاهلي على مدار المباراة. ينزل محمود عبد العزيز جده من النادي الاهلي. هجمه مع نادي هليوبلس. مروان علاء، هشام مجدي لمروان علاء مره ثانيه. مروان علاء لهشام مجدي على الدايره. ينجح هشام مجدي في احراز الهدف رقم 24. سنتره سريعه من النادي الاهلي. رميه حره لكاستيلو. احمد خيري لمحمد مجدي لمحسن رمضان. سلسله من النادي الاهلي. يقطع كاستيلو على الدايره. محمد مجدي لاحمد خيري. رميه حره. دفاع قوي من ابراهيم السيد العربي وهشام مجدي لاعبي نادي هليوبلس. رميه حره للنادي الاهلي. سيسا. احمد عادل على التنفيذ. بيطالب حكمنا الكابتن محمد سامي انه يلعب الكوره من مكانها. محمد مجدي على الدايره شد قوي من ابراهيم السيد العربي لاعب نادي هليوبلس. استبعاد لمده دقيقتين على لاعب نادي هليوبلس اللاعب رقم 14 لاعب مركز الرايت وينج اللاعب ابراهيم السيد العربي على احمد عادل لاعب الدايره للنادي الاهلي. استبعاد لمده دقيقتين. 23 دقيقه 32 ثانيه. 31-24 لصالح النادي الاهلي. هجمه مع النادي الاهلي. احمد خيري. محسن رمضان. محمد مجدي وتسديده قويه. محمد مجدي 32-24 لصالح النادي الاهلي. على السنتره عبد الحميد السيد. عمر نادر. مروان علاء ينزل في مركز الرايت وينج اللاعب محمد احمد وهبه نادي هليوبلس. محمد وهبه. عمر نادر لدونجل لمروان علاء. سلسله ودفاع 5-1 من النادي الاهلي. يقطع عبد الحميد على الدايره. دونجل ومحاوله اختراق وهدف من الصفر. ينجح دونجل انه يحرز الهدف. وسنتره سريعه. نادي هليوبلس بيلعب ناقص لاعب. ينجح احمد خيري في احراز الهدف رقم 33-25 لصالح النادي الاهلي. مرمى نادي هليوبلس خالي. هنشوف هينجح نادي هليوبلس في تعويض النقص العددي ام هينجح النادي الاهلي في قطع الكوره والمرمى خالي. عبد الحميد لمروان علاء لنادر. عمر نادر اختراق وهدف. ينجح نادي هليوبلس. سنتاره سريعه. كاستيلو في القائم. يلمها احمد هشام سيسا قبل ما ينزل حارس المرمى محمد اكرم حارس مرمى نادي هليوبلس ويحرز الهدف رقم 34-26 للمره الثانيه والهجمه الثانيه. ينجح هليوبلس في احراز هدف وينجح النادي الاهلي في استغلال خلو مرمى نادي هليوبلس باحراز اهداف سريعه. 34-26 لصالح النادي الاهلي. فرق 8 اهداف. 25 دقيقه و50 ثانيه. استبعاد لمده دقيقتين على لاعب النادي الاهلي الناشئ محمود عبد العزيز جده.
هيلعب النادي الاهلي ناقص لمده دقيقتين لاستبعاد اللاعب جده لاعب النادي الاهلي عبد الحميد السيد لدونجل لمروان علاء. عمر نادر دونجل حاولة اختراق من دونجل، العقل المفكر لنادي هليوبلس، دونجل على الدايره لدونجل، اسيست ناجح من مروان علاء لمصطفى تامر دونجل اللي بينجح في احراز الهدف رقم 27. 34-27 لصالح النادي الاهلي. 26 دقيقة 25 ثانية من احداث الشوط الثاني. خيري النادي الاهلي، محسن رمضان لاحمد خيري، احمد خيري لمحسن رمضان، تسديده قويه من محسن رمضان المتالق النهارده. محسن رمضان متالق، استمرار لتالق محسن رمضان من مباريات كاس العالم للانديه السوبر جلوب، استمرار تالق اللاعب. وهبه لمروان علاء، محمد احمد وهبه احد ناشئي النادي الاهلي المنتقل لنادي هليوبلس. دونجل ومحاولة اختراق، العقل المفكر لعمر جيار اللي بيشير حكمنا الكابتن عمر الجمل انه داس على خط الستة، مخالفة. هجمة مع النادي الاهلي، ينزل احمد عادل، يخرج حارس المرمى محمد ابراهيم لمحاولة تعويض النقص العددي في النادي الاهلي. هتكتمل صفوف النادي الاهلي بعد 20 ثانية. رمية حرة على عبد الحميد السيد العربي لاعب نادي هليوبلس. احمد عادل، احمد خيري، دفاع قوي من عبد الحميد العربي بيبو لاعب نادي هليوبلس. احمد خيري ورمية حرة، اشارة لعب سلبي على النادي الاهلي اللي بتكتمل صفوف النادي الاهلي. الدقيقة 28 و6 ثواني. رمية حرة، احمد عادل لخيري، تسديد من خيري، ينجح احمد خيري في احراز الهدف رقم 36. 36-27 لصالح النادي الاهلي. 28 دقيقة 20 ثانية، دقيقة و40 ثانية على نهاية احداث الشوط الثاني والمباراة. عمر نادر، عبد الحميد السيد لمروان علاء، تسديدة من مروان علاء خارج المرمى. رمية مرمى محمد ابراهيم لسيسا لمحسن رمضان اللي بيقطع. تصدي ناجح من حارس مرمى نادي هليوبلس هشام مجدي، عفوا محمد اكرم. هجمه مع نادي هليوبلس. عمر نادر، مروان علاء من نادي هليوبلس، مركز رايت باك، تسديده وبلوك من عبد الرحمن فيصل. عبد الحميد، عمر نادر للعقل المفكر لنادي هليوبلس مصطفى تامر دونجل لاعب نادي الزمالك السابق. هدف لصالح نادي هليوبلس. عمر نادر ينزل احمد عادل على الدايره. احمد خيري، 29 دقيقه و40 ثانيه، 20 ثانيه على نهايه المباراه. على الدايره يقطع احمد عادل من داخل الدايره. رميه حره، رميه مرمى. على التنفيذ حارس المرمى محمد اكرم، حارس مرمى نادي هليوبلس. 9 ثواني اعزائي المشاهدين، 9 ثواني على نهايه المباراه. عمر نادر لمروان علاء، يقف اللاعبين. عمر نادر لوهبه، محاولة اختراق من وهبه، دفاع قوي. تنتهي اعزائي المشاهدين مباراة اليوم بين النادي
هليوبلس والنادي الاهلي في الجوله 12 من مباريات دوري المحترفين بفوز النادي الاهلي 36-28. شكرا اعزائي.